السلام عليكم متابعيني، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله يا ربي الكل بخير. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد، وأني آسفة جدا على الانقطاع، بس صدقوني عندي ظروف. إن شاء الله نستمر بوصفاتنا البسيطة ويا ربي يعجبكم. اليوم راح نسوي صينية دجاج كلش طيبة وكلش سهلة. تابعوا الفيديو. هنا حبايبي راح نحضر الصلصة. عندي ملعقة كوب من البهارات الدجاج وملعقة كوب من الزعتر، وبعدين هنا عندي رشة خفيفة من الفلفل الأسود، وعندي أيضا رشة من الكركم والملح حسب الرغبة. هنا راح أضيف ملعقة كبيرة من صلصة المعجون الطماطة، وهسه راح نحتاج فصين إلى 3 من الثوم، قطعته كلش صغار. وهنا ضفت نصف كوب من عصير الليمون، وهنا عندي ربع كوب من زيت الزيتون، ينطيلها طراوة كلش حلوة. راح أضيفها، وإذا ما متوفر زيت الزيتون تقدرون تخلون زيت عادي. وهنا راح أضيف ربع كوب من المي، وهنا آخر شي أضيف ملعقتين كبار من الدبس الرمان. راح ننطيله خلطة زينة بهذا الشكل. وهنا عندي ليمونة راح أقطعها دوائر بهذا الشكل، راح أخليها ويا الصلصة، أخليها بداخل الصلصة بهذا الشكل. وعندي دجاجة كاملة قطعتها وغسلتها كلش زين، راح أخليها بداخل الصلصة بهذا الشكل. نحاول نغمس الدجاج كلش زين بالصلصة. طبعا ما نحتاج انه نخلي الدجاجة بالصلصة يوم كامل او ساعة او ساعتين. هاي الأكلة مباشرة نسويها ونخليها داخل الصينية مالتنا وبالفرن. هنا عندي بطاطا نفس الشي، أقطعها دوائر بهذا الشكل، راح أخليها ويا الدجاج. وياها أيضا بصل همينة أسويها دوائر بهذا الشكل. طبعا هاي الأكلة كلش سهلة وما تحتاج لوقت. هنا عندي صينية فرن أو أي صينية أو تبسي متوفر عندكم، تخلوها بهذا الشكل. الخضروات اللي هي البصل والبوتيتا نرتبها. هسه راح أرش عليها شوية ملح وشوية من بهارات الدجاج أو كاري حسب المتوفر. هسه راح أخلي الدجاج، قطع الدجاج راح أخليها بهذا الشكل، أرتبها. طبعا كلش طيبة. وأنصحكم تخلون الزعتر، حتى إذا ما تحبون لا تخلونه هواية، مثلا ملعقة كوب قللوا من عندها شوية، بس لازم تضيفوها لأن ينطيله فد نكهة كلش طيبة. إن شاء الله راح تجربوها وتشوفون إيش قد طيبة. وهنا ضفت 3 سنون من الثوم، ينطيله نكهة كلش طيبة. هسه الصلصة همين نزلناها، أو راح أخلي نصف كوب من المي بهذا الشكل. هسه راح نجي نغلفها، نخلي ورق زبدة وبعدين ورق القصدير وندخلها للفرن. طبعا تاخذ بالفرن لمدة ساعة كاملة على درجة 200. بعد ساعة راح نطلعها ونحمر الوجه ونقدمها. هسه هنا ما شاء الله طلعت عندنا طعمها رهيب، وأهم شي بيها الصلصة مالتها أو الصوص، تقدرون تقدموها ويا التمن، كلش طيبة. شوفوها، حمرنا الوجه والدجاج توب مستوي كلش زين. راح أقدمها. وطبعا نكهة الثوم ويا نكهة الليمون صراحة كلش طيبة، يعني الطعمين انطت فد نكهة كلش مميزة. بهذا الشكل قدمتها. وطبعا حضرت وياها التمن، سويت تمن عنبر، وهذا شكله النهائي بطبق التقديم. إن شاء الله عجبكم حبايبي، وإن شاء الله تجربوها. صراحة هي وصفة سهلة، بس بيها إضافات أو شغلات بسيطة من عندي. أحب دائما أسوي شغلات حلوة حتى أنتم همين تستفادون من عندها
وتاكلوها بألف صحة وعافية. ولهنا انتهت الفيديو اليوم حبايبي، إن شاء الله عجبكم، وإن شاء الله أشوفكم بوصفات ثانية وأحلى وأحلى، ومع ألف سلامة.